هاي، ازيكم؟ النهارده هنتكلم فيديو جديد، بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. فيديو النهارده هو ممكن يكون هيريح ناس كتير قوي، وان الكلام ده ممكن يكون كلنا محتاجين نسمعه الفتره دي بالذات. وانا جاي اقولهولك هو ان احنا عادي جدا نقع، وعادي جدا نرتاح شويه، وعادي جدا نبطل جري، عادي جدا نبص على الحاجات اللي احنا عملناها شويه، والانجازات كتير اللي احنا حاسين ان احنا الناس كلها بتعمل انجازات واحنا مش بنعمل حاجه. رغم ان انت ممكن تكون بتقوم من نومك، تنزل شغلك وانت تنزلي جامعتك، لو عندك حاجات بتخلصيها فهو ده انجاز حتى لو الناس مش شايفاه، وحتى لو ده مش متقدر دلوقتي، بس مازال انت بتعملي حاجة. فلما انت بتعمل حاجة او انت بتعملي حاجة فهي متشافة او مش متشافة، كبيرة للناس او مش كبيرة للناس، فهي كبيرة في عينيك وخلاص. وده مهم قوي. مهم قوي لما نحس ان انا مش قادرة فعلا اكمل، اهدى شوية. يعني لو انا وقعت شويه واتدست عليا فهفضل واقعه تحت شويه. واحنا كده كده حياتنا موجه، حابه بنبقى فوق قوي، حابه محققين انجازات، وبننزل في صور كتير قوي بالانجازات وبنفرح وبننبسط، وحياتنا كلها تحفه واحنا فوق. حابه تاني بنقع قوي، نقع في القاع تحت. القاع ده انا بقعد فيه شويه، لازم اهدى. لازم زي ما انا شفت نفسي وانا عاليه وانا فوق والناس كلها بتحتفل بيا لاي حاجه انا بعملها، برضو لما اقعد تحت شويه اسمح لنفسي بكده. لما اتعب خلاص احس ان انا فعلا مش قادره اكمل. وعلى فكره، على فكره بقى عادي ابقى عارفه انا بعمل الحاجه دي ليه. يعني انا ممكن اكون انا عارفه انا بحب مثلا الحاجه دي، وبمشي على الحاجه دي، وماشيه بخطوات عشان اوصل للهدف اللي انا عايزه اوصل له، ومقدره جدا قد ايه الحاجه دي مهمه في حياتي وانا شغاله عليها. بس عادي ممكن اجي في النص واقع، عادي جدا، عادي بجد. فالناس ما تفخمهاش قوي ان احنا لا على طول نجري، ان الحياه سريعه. الحياه سريعه، بس انت في الاخر هتتعب. ومعلش لو انا طول الهدف اللي انا عايزه اوصله ده عمال اجري اجري اجري، وانا في النص مش بوقف حبه، مش ببص انا عديت ايه، طب انا جايه في ايه، طب اهدى شويه اشوف المستقبل اللي جاي ده انا شايفه ازاي. عارفه ان انا لو بنت واتخرجت واشتغلت الدنيا بتبقى اسهل حبه، لو ولد بيبقى الدنيا اصعب حبه. عارفه ان انت لو انت حاسس ان كل صحابك بيجروا اتخرجوا من الجامعه، ايا كان اتخرجوا من اي مكان اللي هم كانوا بيتعلموا فيه، حاسس ان هم بسرعه اتخطبوا، بسرعه اتجوزوا، وبسرعه لقوا شغل، وانت لسه واقف مكانك. عادي، عادي. مش كل الناس بيبقى عندها الفرصه ان هي تحصل على الحاجات دي بسرعه. مش كل الناس عندها اللي هو حظ في حاجه. ما تخليش الكتر الحاجات اللي بتشوفها على انستا، الحاجات اللي بتشوفها على التيك توك تحسسك ان، والبلوجر كتير قوي بنتفرج عليهم اللي بيحسوك ان النجاح ده يجي كده. الدنيا سهله قوي يا جماعه، انتوا ايه ده؟ لا يا حبايبي، النجاح مش سهل. والنجاح لو جه مره او الاتنين بالصدفه فاكيد مش هيجيلنا كلنا صدفه، ومش هيجيلنا كلنا بالحظ. فمعلش لو انا جالي مره النجاح حظ او صدفه او حاجه كده جت معايا ولعبت معايا مره، فمش المفروض ان كل الناس تبقى كده. فده مش المفروض اصلا. وانت كده كده اصلا مش هتحس بطعم النجاح اللي انت هتوصل له لاي حاجه في حياتك انت عايزها غير لما تحس ان انت تعبان عليها فعلا، وتشوف قد ايه انا كنت هنا، لا ده انا كنت هنا، لا ده انا بقيت فوق قوي بقى لو انا وصلت للحاجه اللي انا عايزاها. فعادي جدا تلاقي كل صحابك وانت تلاقي كل صحباتك بيجروا على حاجات كتير قوي، بيحققوا حاجات كتير قوي، وانت لسه واقفه شويه في النص. في فرق بين تأثير مني، في فرق بين خلاص عادي مش لازم كلنا ناخد نفس الفرصة، ولا كلنا نحصل على نفس الحاجة. وعادي عارفة حتى لو انا عارفة ان انا بحب جدا ان انا اقعد اصور فيديوز وانزلها وكل الكلام ده كله، بس انا ممكن اجي في النص خلاص مش قادرة شوية، او عايزة افصل شوية، وده طبيعي جدا. وده بيحصل بعد لما اكون كمان عارفين اللي هو ايه. انا مثلا شخص كان طول الشهر مثلا مضغوط، او عنده مثلا كام حاجات بقى، هو مضغوط عموما يعني بيشتغل على كذا حاجه، عنده بيت مثلا واسره، وفي نفس الوقت الشغل بتاعه، عنده مثلا انت مثلا عندك جامعه وعندك عيال وعندك البيت مثلا، ايا كان بقى انت مضغوط من كذا حاجه، فانت تعبان. فكده كده انت لازم تسمح لنفسك انك تاخد راحه، كده كده لازم تقع في القاع. يعني لو بالحاله دي بعد ضغط كبير قوي بقى على الواحد، بعد كده بتحس اللي هو عايز ينام، هو عايز يهدى، هو عايز ينزل، هو عايز يختفي على الانظار شويه، لغايه بقى ما يستجمع نفسه كده تاني ويرجع طاقته تاني، هيقوم بقى ساعتها. فاهمين؟ فعادي جدا 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 نحصل فينا كده، ويا ريت نسمح لنفسينا شويه ان هو نهدى. بلاش هو الدنيا كلها بتجري انا عارفه،
والستوريز اللي بنشوفها والفيديوهات اللي بنشوفها بتحسسك ان انت اللي متاخر وانت الوحيد اللي مش واصل في حاجه في حياتك، لان احنا او كل الناس بتصور لك الحياه التحفه بس اللي عندها، او اللي هو انا بص النهارده وصلت لايه. طب انت صورتي؟ هل انت مثلا كل يوم كنت بتصوري انت بتوصلي الحاجه دي ازاي؟ لا، اغلب مفيش حد بيعمل كده، بس هما بيصوروا لك النهارده انا وصلت للجامعه اللي كنت عايزاها، وواحد تاني بينزل ستوري انا وصلت للشغل والبنت اللي انا عايزها. انا مش مع ان احنا محققش اهدافنا خالص، لا طبعا، بس انا مع فكره ان احنا لما بنشوف كده كل يوم كل يوم كل يوم مخنا بيتعب، العقل الباطن بتاعنا ده بيتعب، اللي هو بيوريك صورة اللي هو من الناس كلها بتوصل اهو، امال انت في مكانك ليه؟ انا عارفة ان الفرص مش زي بعض، ممكن تكون انت يعني الدنيا مش عادلة شوية معاك او عموما، بس ده لازم. تمام. فلما تتعب اسمح لنفسك انك تاخد راحة، مهم قوي ان انا اخد راحة، بس بقى في حاجة بقى، يعني لو بعد ما اخد راحة شوية شويتين، لا ده انا قاعد بقى، عارفين اللي هو انا كنت فوق نزلت في القاع، قعدت بقى، قعدت يعني، طب ايه مش هنقوم تاني؟ دي بقى مشكلة، ودي تقريبا اللي اغلبنا او اغلبنا بيقع فيها، هو ان انا بعد ما بقى فوق كويس وحياتي ماشيه مترتبه، او حتى مش لازم ابقى فوق بقى عادي بقى ماشيه، عارفه اللي هو ايه، الدنيا ماشيه كده، فانا وقعت قعدت شويه، طب اقوم بقى وارفع كده شويه؟ لا، لا ازاي نفضل قاعدين بقى تحت؟ طب ايه؟ الناس كده الناس بتنسى، معلش لو انت النهارده انا بسأل عليك وغيرك بيسأل عليك وغيرك بيسأل عليك، بكره مشاغل الناس غصب عنهم يعني بتاخدهم من الناس اللي بيحبوهم او اللي هو كده. فلو انت النهارده ناس بتسأل عليك وبتقول لك ارجع تاني، لا اعمل تاني حاجه كنت بتعملها، لا انت ليه مثلا ما بتجيش الشغل، انت ليه مثلا ما بقتش تعمل الحاجه اللي انت بتعملها، بكره وبعد مش هيسألوا ان هم كانوا عندهم حياتهم. فالاحسن ليك بعد ما تاخد راحة وتقعد تحت شوية في القاع، اطلع بقى، يعني اطلع بقى وما تقعدش بقى تحت كتير، يعني اللي هو ايه، لما نقعد حبة الدنيا بتبوظ، لا نقعد حبة تاني، لا ده هي هتبوظ على الاخر بقى. فحتى لو انا خدت راحة بلاش تطول قوي، كفايه ان انا اخد راحه عموما، ايه كانت الراحه دي، مش هقول لك بقى اسبوع شهر، انا يعني على حسب الحاجه اللي انت كنت فيها او تعباك او مضغوط منها، او على حسب ما انت عايز تفصل، انا ممكن افصل شهر، ممكن افصل اسبوع، بس مش هفصل سنه كامله، يعني مثلا ما تقوليش السنه دي عشان السنه اللي فاتت عملت مثلا كام انجاز حلو او وصلت لكذا حاجه، السنه دي انا مش هعمل انجازات خالص، السنه دي انا هقعد كده، لا بجد يعني السنه كلها هتاخديها قاعده بترتاحي؟ مش منطقي. فايا كان الراحه دي هتطول قد ايه، اهم حاجه ان هي ما تبقاش ايه، اخدتها وقعدت تحت، عادي وعادي يحصل لي حاجات كتيره تخليني اوصل للحاجه ديت، بس الاهم خالص 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 هو ان انا ما افضلش قاعد تحت. وكده كده كل يوم بيجي علينا فترات تعب حتى لو مش بنبينها او مش بنقولها. وكمان احتفلوا بالانجازات الصغيره اللي بتعملوها عشان مهمه، ان انت تحس وتفهم مخك ان انت بتعمل حاجه، حتى لو حاجه صغيره بالنسبه للناس اللي حواليك كلها، بس هي ممكن تكون كبيره قوي بالنسبه انك تفهم مخك ان انا النهارده عملت انجاز. لو انا النهارده عملت الحاجات اللي كنت المفروض اعملها، كان عندي 4 اولويات مثلا النهارده، لو انا عملتهم اقول لساره برافو قبل ما انام، انا مبسوطه ان انت عملت ال4 حاجات اللي انت كنت قاعده تعمليهم على فكره، وده انجاز على فكره وانا مبسوطه بيه. هل لو انا مثلا نزلت قلت للناس ان انا عملت النهارده يا جماعه ال4 حاجات دول، ممكن طبيعي جدا اي حد يرد يقول لك الحاجات دي انا بعملها اصلا، دي عادي، دي اقل حاجه عندي. وفعلا ممكن الحاجات اللي انت بتعملها دي تبقى اقل حاجه عند واحد تاني، دي بالنسبه له حاجه عاديه. فالحاجات الصغيره مش لازم الناس كلها تبقى بتحتفل بيها معاك ولا شايفاها، فعود دماغك ان انا لما بعمل حاجه صغيره ده انجاز، عشان دماغي تاخد على دايما ان انا ايه، بنجز او انا عندي حاجات، فالحاجات دي برضو هتخليك تتشجع ان انت تكمل حتى لو وقعت حبه صغيرين، وقعت شويه في القاع كده. اشوفك في فيديو جديد، باي باي.